اسكندرية وبحرها وهواها، الجو اللي يخليك حتى لو مش مخطط تخرج تقول طب ما نروح اسكندرية يومين. الكلمة دي لوحدها كفيلة ان هي تخلينا مبسوطين. وعشان كده لو انت بتفكر تقضي كام يوم هناك، الفيديو ده هيوفر عليك وقت كتير قوي في البحث عن فندق مناسب، لان النهاردة هقولكوا على 5 فنادق في اسكندرية على البحر على طول وبأسعار مختلفة لغاية بقى 600 جنيه. يعني تخيلوا 8 خروجة بس أكلة في مطعم هيجيبولكوا ليلة في فندق في اسكندرية. وعشان كده هاخدكم النهاردة معايا في جولة على 5 فنادق في اسكندرية بأسعار مختلفة وأماكن مختلفة. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو فيه. النهارده جايه لكم بفيديو من الفيديوهات الاقرب لقلبي، وحشتوني ووحشني فيديوهات اسكندريه، والنهارده هيكون فيديو حلو قوي عن فنادق اسكندريه. اتمنى تستمتعوا بالفيديو وكمان تعرفوا معلومات جديده، علشان لو حابين تروحوا اسكندريه يكون قدامكم اكتر من اختيار. هنبدأ من حوالي 600 ونوصل ل 1200 و 1300 و 1800 ونوصل لغاية 2000 واكتر. يعني سواء ميزانيتك اقتصادية او عايز تدفع شوية اكتر مقابل مستوى احسن، فعندكم اختيارات كتير. بس قبل ما نبدأ وزي ما متعودين دايما، واللي لسه اول مرة يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر وترشيحات الفنادق، وكمان معانا حجز فنادق في اكتر من مكان: شرم الشيخ والغردقة ودهب والسخنة والساحل كمان. فلو محتاجين تحجزوا اي فندق في اي مكان ابعتولي من خلال لينك الواتساب الموجود في معلومات القناة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجاية. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي مكان سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. اول فندق بقى هنتكلم عنه وهو من الفنادق القريبة لقلبي جدا، وكمان في منطقة كلنا بنحبها، وهي محطة الرمل. الفندق على البحر على طول في قلب محطة الرمل. الفندق هو فندق البحرين الحديث فوق مطعم السيد درويش على طول. الفيو مميز جدا، تحفة في الدور الثالث. كمان عايزه اقول لكم ان الفندق ده في عماره من العمارات التراثيه القديمه اللي على الطراز الايطالي. الفندق كمان لسه متجدد قريب بالكامل، من بره الواجهه من بره اتجددت وبقى شكلها حلو قوي. كمان الفندق من جوه مجدد، كل كمان العفش جديد، وبجد الفندق نظيف وحلو جدا. كل غرفه ليها ديكور كده مختلف. كمان كل الغرف ليها تويلت خاص بيها، في تلاجة، كاتل، مشروبات، في تكييف وتيفي وواي فاي. عايزه اقول لكم كل الغرف دبل، في غرفتين بس ترابل. عباره بيكون عن سرير كبير وسرير صغير. الإقامة بتكون بدون وجبات، يعني بدون فطار، هي إقامة بس. في غرف طبعا على البحر على طول بيكون ليها شباك بس، وفي غرف ليها بلكونة، وفي غرف بتشوف البحر من الجنب كده، وفي غرف بدون فيو خالص، ودي بتكون أرخص حاجة. أرخص غرفة عندهم بتكون ب1300، ودي بتكون بدون فيو. باقي الغرف بقى بيبدأ من 1600 و1800 على حسب الفيو وعلى حسب يعني نظام الغرفة. في كمان غرفة بيكون سعرها رخيص شوية، بيكون التويلت الخاص بيها قدام الغرفة على طول مش جوه الغرفة. وعن تجربة، الفندق ده كان من اجمل الفنادق اللي قعدت فيها في محطة الرمل. هو عايزة اقول لكم برضو، علشان في ناس بتقولي دي مش فنادق، طبعا دي مش فنادق، دي زي هوستل كده او جست هاوس. يعني دي بتكون عبارة عن دور في مبنى، الدور ده عامله غرف زي غرف فندقية كده، بس هو مش فندق بمعنى فندق، يعني مش مبنى كامل خاص بنفسه، لا هو واخد دور في عمارة. ودي طبعا منتشرة، الفكرة دي منتشرة كتير في اسكندرية وفي القاهرة وفي اي مكان، بتكون اسعارها كويسة. كمان الفيو بتاعها حلو قوي. في ناس كل اللي بيكون هممها في الموضوع ان هي تاخد غرفة على البحر على طول، وبجد دي اجمل حاجة واجمل فيو ممكن تشوفوه. وطبعا موقع كمان الفندق ده في محطة الرمل، انتوا جنبكم كل حاجة وقريبين من كل حاجة. طبعا تقدروا تنزلوا وتجيبوا فطار بكل سهولة وغدا وعشاء، وكمان الخروجات قريبة منكم. المواصلات كمان هناك سهلة قوي، فتقدروا ان انتوا تتحركوا بكل سهولة. اسكندرية طبعا احنا بنروح علشان نتحرك ونتفسح ونزور اماكن كتير قوي، سواء اماكن اثرية او اماكن ترفيهية، فيها اماكن كتير قوي لازم نزورها. بالنسبه للتشيك ان بيكون طبعا الساعه 2، والتشيك اوت بيكون 12 الظهر. فكده يعتبر بقى انا عرفت لكم كل حاجه عن فندق البحرين الحديث. برضو لو حابين تستفسروا اي استفسار سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ونتكلم عن تاني فندق وهو فندق
كليوباترا في سيدي جابر. الفندق ده برضو من اجمل الفنادق في اسكندريه، وطبعا علامه من علامات اسكندريه، فندق ليه اسمه ومعروف عند ناس كتير. الفندق طبعا فيو على البحر على طول، الغرف كلها تعتبر مطلة على البحر، الفيو بجد من فوق بيكون تحفه. كمان بتكون الإقامة شاملة فطار، ودي حاجة كويسة. الفطار بيكون اوبن بوفيه. الغرفة الدبل فيه بتكون بشباك بانوراما، بتكون سعرها برضو في رينج 1700 1800 في الرينج ده. بالنسبة لسياسة الأطفال 6 سنين فري، من 6 سنين ل 12 سنة تقريبا بيكون في سرير برسوم إضافية. في كمان باركنج اللي هو جراج المحافظة على بعد دقيقة واحدة بس من الفندق، بس ده غير تابع للفندق، أكيد هيكون بتكلفة طبعا إضافية. كمان اللي حابب ينزل في الفندق ويروح بيتش يكون قريب من الفندق، ففي بيتش حلو قوي في بوينت 6. وبوينت 6 انا كنت صورته قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو برضو في الاي، وهسيبه لكم في الوصف علشان تقدروا تشوفوه، برضو من الاماكن الحلوه قوي. وهيكون بيتش يعني منظم وحلو جدا، هتشوفوه في الفيديو اللي انا هسيبه لكم. وده برضو هيكون طبعا بتكلفه اضافيه مش تابع للفندق. شاطئ ستانلي كمان قريب من الفندق جدا، لو مش حابين تروحوا ده ممكن تروحوا ستانلي على حسب ما انتوا تحبوا. كمان بالنسبة للتشيك اوت والتشيك ان نفس النظام، بيكون التشيك ان الساعة 2 والتشيك اوت الساعة 12. برضو الغرف بتكون طبعا مكيفة، فيها ميني بار، فيها كاتل مشروبات، فيها كمان في واي فاي كمان. فالفندق بجد حلو جدا، والفيو تحفة، وبجد من اجمل الفنادق اللي ممكن تنزلوا فيها. كده احنا يعتبر برضو قلنا كل حاجة عن فندق كليوباترا. لو حابين تسألوا اي سؤال او تستفسروا اي استفسار سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. تالت فندق بقى نتكلم عنه هو الفندق اللي بجد برضو قريب من قلبي جدا، ومن الفنادق اللي برضو علامة من علامات اسكندرية، وسعرها رخيص جدا، والفيو بتاعه برضو تحفة. وهو فندق الكرنك في محطة الرمل عند مسرح محمد عبد الوهاب في قائد ابراهيم. هو من اقدم فنادق اسكندريه، فندق ليه شعبيه كبيره قوي. الفندق قديم وتراثي، بس طبعا ده ما يمنعش ان الفندق نظيف جدا والخدمه فيه ممتازه. والفندق بجد ديكوراته واجواءه وكمان الفيو بتاعه والمنطقه اللي هو فيها، كل حاجه بجد تحفه، هتكون تجربه حلوه قوي. كمان سعره بيبدا من 600 وحاجه، ده بيكون طبعا الغرفه بدون فيو. لو عايزين غرفه بفيو فبتكون برضو 800 وشويه. اسعاره بجد يا جماعه تحفه. بس هو بس مشكلته ان لازم تحجزوا قبلها بفتره، لان دايما بيكون فولي بوكد، يعني دايما مفيش مكان. فحاولوا ان انتوا تحجزوا قبلها بفتره، يعني لو انتوا حابين تروحوا الشهر الجاي او اللي بعده، حاولوا ان انتوا تحجزوا من الوقت لو تعرفوا، علشان تضمنوا ان انتوا تلاقوا مكان. الفندق طبعا فيه غرف دبل على البحر على طول، فيه غرف بتشوف البحر جانبي، فيه غرف داخليه، فيه غرف ترابل، وفيه غرف رباعي، في كل انواع الغرف. كمان انتوا برضو قريبين من كل حاجة، تقدروا تنزلوا تروحوا لكل مكان بسهولة، يعني بينكم وبين بحري اقل من 15 دقيقة. كمان انتوا في محطة الرمل جنب كل حاجة، فتقدروا ان انتوا تتحركوا بسهولة. كده برضو فندق الكرنك يعتبر احنا قلنا كل حاجة عنه. رابع فندق بقى نتكلم عنه علشان ما اطولش عليكم، وهو فندق سي هاوس ان، وهو برضو في محطة الرمل ورا الغرفة التجارية. الفندق برضو ده او الجست هاوس او الهوستل اللي احنا بنتكلم عنهم، وطبعا كل اللي بتكلم عنه النهارده هوستلات. هو فندق كليوباترا بس هو اللي في مبنى خاص بيه، لكن باقي الفنادق كلها هوستلات بيكون دور في مبنى. سي هاوس ان برضو دور في عمارة على البحر على طول في محطة الرمل ورا الغرفة التجارية. انتوا من فوق بتكونوا شايفين فيو البحر، فيو تحفة جدا. هو في الدور ال11 وفي اسانسير طبعا. عمارة 23 ورا الغرفة التجارية. تخيلوا بقى كده هتصحوا الصبح تفتحوا الشباك هتشوفوا البحر من فوق كده، منظر تحفة، وبأقل سعر ممكن تدفعوه بيكون في رينج 600 700. هو ممكن بس العيب الوحيد اللي بنلاقيه في الفندق ده ان التويلت بيكون خارجي، بس ده ممكن يعني ما يمثلش مشكلة قوي مع ناس كتير، ممكن بس لو عيلة او بنات شوية ممكن الموضوع يبقى مش مناسب قوي ليهم. بس هو في المجمل حلو قوي، وسعره كمان مناسب جدا.
طبعا المكان كمان اللي هو فيه محطة الرمل من اجمل اماكن اسكندرية، ومن الاماكن اللي احنا لازم نزورها حتى لو مش نازلين في فندق هناك، فلازم نروح محطة الرمل. احنا بقى هنكون قاعدين في قلب محطة الرمل، هنعرف نتحرك براحتنا، نجيب كل اللي احنا عايزينه. كمان الفندق برضو الغرف مصممة على الطريقة الإيطالية. الغرف لذيذة جدا ونظيفة، وبرضو العفش جديد. وفي طبعا كل انواع الغرف، سنجل ودبل وترابل. الغرف فيها شاشة وميني بار ومروحة، واي فاي. كمان في هاوس كيبنج بينظفوا الغرف لو احتاجتوا ده. كمان في فطار بس بيكون بتكلفة اضافية. عايزه اقول لكم كمان في على الروف كافيه على الروف، والقعده بتاعته حلوه قوي، تقدروا تطلعوا تقعدوا فيه. طبعا في مشروبات ديزرت، في اي حاجه انتوا عايزينها بيعملوها، فبتكون القعده على الروف حلوه قوي. وكده برضو احنا خلاص خلصنا كلام على فندق سي هاوس ان. برضو لو محتاجين تعرفوا اي حاجة سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. نتكلم بقى عن اخر فندق، وهو فندق برضو رخيص جدا بس مش على البحر، علشان في ناس بتكون مثلا حابة جاية الشغل وحابة تكون حاجة قريبة كده من محطة القطر. ففندق النوبة برضو من ارخص فنادق اسكندرية، وهو فندق جنب محطة القطر على طول، شارع عمر بن الخطاب، محطة مصر. الفندق طبعا فيه كل انواع الغرف، سنجل ودبل وترابل ورباعي وخماسي وسداسي، يعني ايا كان عددكم ففي غرف هتكون مناسبة ليكم. كل الغرف مكيفة وليها تويلت داخلي. السنجل بيبدأ من 350 او 400، سعره حلو جدا. كمان الغرف مجهزة كلها، في كمان في التويلت سخان، في كمان في الغرف شاشة وتلاجة وواي فاي. في تحت الفندق زي كافيه بيطلع مشاريب لو انتوا حابين مشاريب تطلع لكم فوق. فالفندق متواضع بس نظيف وحلو جدا، وكمان يعني هيلبي احتياجاتكم. كده يعتبر انا قلت 5 فنادق من اكتر فنادق في اسكندريه، قيمه مقابل سعر، مستويات مختلفه، كل واحد بقى يشوف ايه المستوى المناسب ليه او ايه المنطقه اللي حابب يقعد فيها. كمان اتكلمنا عن مناطق مختلفه، سيدي جابر ومحطه الرمل. لسه كمان انتظروا فيديوهات تانية كتير برضو عن اسكندريه. لو برضو في اي استفسار عن اي فندق تاني او حابين نعمل ريفيو عن اي فندق تاني سيبولي تعليقاتكم، ويا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم. حابه كمان اقول لكم ان لسه حجوزات شرم الشيخ والغردقه ودهب والساحل شغاله، لسه سيزون الصيف مخلص بس قرب يخلص بالنسبه للساحل شويه. بس طبعا شرم الشيخ والغردقه ودهب لسه الوقت اللي جاي ده هو بدايه التوقيت الحلو اللي تقدروا بقى تطلعوا فيه شرم والغردقه ودهب. بجد اجمل توقيت بدايه من الشهر 9 لغايه بقى الشتاء وانتوا طالعين، بيكون بجد اجمل توقيت. معانا فنادق كتير في شرم الشيخ والغردقه ودهب. ابعتوا لنا من خلال لينك الواتساب الموجود في معلومات القناه. كمان بيكون الرحلات شامله انتقالات ذهاب وعوده من القاهره او من اي محافظه انتوا فيها. ابعتوا لنا وهنرد عليكم على طول. والحمد لله كل اللي طلعوا معانا في السيزون ده اتبسطوا، كل اللي طلعوا اي مكان سواء شرم الشيخ الغردقه دهب الحمد لله كلهم كانوا مبسوطين من الخدمه ومن الانتقالات ومن كل حاجه. فيا رب دايما عند ظنكم بينا. ولو في اي استفسار او اي سؤال سيبوهولي تحت في الكومنتس، وحابه اعرف رايكم في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.